قصتنا بتبدأ في مستودع مهجور مع المجرم الخطير بارت والشاب داني. بارت كان رابط طوق حديدي على رقبة داني، وأول ما فكه داني اتحول لوحش خطير وهاجم العصابة المنافسة لبارت بشراسة ملهاش مثيل. ده غير انه كان بيقاتل بطريقة مدمرة جدا كأنه كلب مسعور، ومع ان أعدائه كانوا أكتر منه في العدد وحصروه من كل اتجاه، إلا ان داني قدر يسيطر عليهم بسهولة تامة لحد ما تفادى طلقات المسدس من قائدهم وخلاه يستسلم عشان بارت ياخد كل فلوسه بدون اي مشاكل. وبعد ما القتال انتهى بارت وضع الطوق الحديدي على رقبة داني من جديد عشان يهدأ اعصابه. لما بارت كان مروح في السيارة مع اتباعه بنكتشف ان عنده عصابة خطيرة جدا بتحاول السيطرة على المدينة. ده غير انه بيعامل داني زي الكلب وبيستخدمه لقتال اعدائه وقت ما يحب. واول ما بارت وصل مخبأه سلم على افراد عصابته وامر واحد منهم يعطي داني قماش طبي من اجل مداواة جروحه. فداني اخد القماش ودخل غرفته الموجودة تحت الارض. وهنا بنكتشف ان داني عايش زي الكلب بالظبط، مهمته انه ياكل ويتمرن بس. ده غير ان عقله بيفكر كطفل صغير لانه اتربى طول حياته بعيد عن الناس وما بيخرجش بره الا للقتال مع بارت. تاني يوم الصبح بارت هو واتباعه انطلقوا مع داني من اجل جمع فلوس من كل المحلات الموجودة بالمدينة، واللي ما كانش بيدفع بارت خلى داني يعلمه الادب لحد ما بارت واتباعه دخلوا محل جواهر تابع لعصابة المافيا. في البداية صاحب المحل اتفاجئ لما شاف داني وسأل بارت هو ازاي قدر يحوله لكلب مطيع بالشكل ده، فبارت رفض يرد عليه. وهنا صاحب المحل الذكي امر الحراس يكتفوا بارت واتباعه قبل ما يفكوا الطوق الحديدي الموجود على رقبة داني عشان ما يقتلهمش. ومع ان بارت اتمسك الطحن الا ان داني فضل ثابت مكانه زي الطفل الصغير لحد ما بارت غفل واحد من الحراس بصعوبة وفك طوق داني في النهاية. فداني هجم على الحراس بسرعة البرق وبدأ يخلص على كل اللي وقفوا بطريقه لحد ما وصل لصاحب محل المجوهرات عشان يمسكوا يطحنوه. وهنا بنعرف ان في منظم قتالات غير قانونية شاف قتال داني بالصدفة وحس بذهول شديد. اما بارت اخد كل المجوهرات الموجودة بالمكان. بعد كده ربط الطوق على رقبة داني وخرج من المحل هو وعصابته. ده غير انه فضل يهزق اتباعه لان مفيش حد فيهم قدر يفك طوق داني وقت القتال. من هنا بارت قرر انه يستمر في جمع الفلوس من محلات المدينة، لكنه المرة دي دخل مستودع ضخم واعطى داني انذار احمر. بعد كده عرفه ان لو الانذار ضرب لازم يحضر لانقاذه باسرع وقت. بس للاسف داني كان مركز على بيانو وسط المستودع وما سمعش تعليمات بارت كويس، لكنه بذل اقصى مجهوده عشان يراقب الانذار. اول ما بارت مشي مع اتباعه داني تركيزه اتشتت وبص على البيانو فقرر انه يعزف عليه. بس فجأة راجل عجوز مجهول الهوية ظهر وقال لداني ان هو صاحب البيانو وهيعلمه ازاي يعزف بشرط انه يساعده في اصلاحه. طبعا داني اتصدم وما اتكلمش في البداية، لكن الراجل العجوز كان طيب جدا. ده غير ان داني اكتشف انه كفيف عشان كده اطمن له وقرر يساعده في تصليح البيانو. وهنا بنلاحظ ان داني اول مرة يحس بالسعادة في حياته التعيسة بسبب لعبه على البيانو. فالراجل العجوز شكره لانه ساعده وقال ان اسمه سام، لكن داني رفض يعرفه باسمه. وهنا داني اتصدم لما عرف ان الانذار شغال بقاله فترة لكنه اتشتت بسبب البيانو. واول ما وصل لبارت اتفاجئ انه اتطحن هو واتباعه. فبارت هزق داني بدون رحمة بسبب تأخيره وقال انه انقذه لما لقاه مرمي في الشارع وهو صغير، عشان كده لازم يسمع كلامه بدون تردد. بعد كده امر مساعده يرمي داني في غرفته من غير اكل. بس فجأة منظم القتالات الغير قانونية حضر لمقابلة بارت وقال انه شاف داني وهو بيقاتل في محل المجوهرات، عشان كده عايزه يشترك في بطولة فنون قتالية ممنوعة. فبارت وافق في ثواني لانه ممكن يكسب فلوس كتير وانطلق مع اتباعه لدخول حلبة البطولة الموجودة تحت الارض. المباراة الاولى كانت على 15,000 دولار ضد مقاتل ضخم جدا. واول ما بارت فك الطوق الحديدي من على رقبة داني اتحول لوحش شرس ملهوش حل. ومع ان خصمه كان اضخم منه في الحجم الا
الا ان داني وجه له ضربة قاضية في رقبته انهت عليه تماما. بعد كده بارت وضع الضوء على داني من جديد واخد ال 15,000 دولار ووسط ذهول شديد من منظم القتالات الغير قانونية. لما بارت كان رايح لمخبأه قال انه هيجيب جايزة لداني بسبب فوزه بالقتال، فداني قال انه عايز بيانو، لكن بارت رفض وفضل يتريق عليه لحد ما شاحنة ضخمة خبطت عربية بارت بدون سابق انذار، وزعيم المافيا صاحب محل المجوهرات ظهر مع اتباعه وفضلوا يضربوا نار لحد ما خلصوا على بارت ومساعده. بس من حسن الحظ داني نجا من الموت بعجوبة. في الوقت ده سام الراجل العجوز راح المستودع عشان يعزف على البيانو الخاص بيه، لكنه اتفاجئ بصوت داني فطلب منه يعزف معاه، لكن داني فقد الوعي بسبب اصاباته، واول ما فاق من الغيبوبة اتفاجئ انه موجود في بيت غريب. وهنا بنعرف ان سام دخل داني المستشفى عشان يعالج جروحه، ده غير انه خلاه يبات معاه وسلمه الاكل تحت السرير لانه كان خايف زي الاطفال الصغيرين. بالليل داني سمع صوت سام وهو بيعزف على البيانو فخرج من الغرفة عشان يتفرج عليه، لكنه اتفاجئ بفيكتوريا. فيكتوريا تبقى بنت صديق سام، بس والدها ووالدتها اتوفوا وهي صغيرة، عشان كده سام رباها زي بنته بالظبط. واول ما فيكتوريا عرفت ان داني فاق من الغيبوبة اعطته بيانو صغير عشان يلعب عليه. بعد كده قعدت هي وسام من اجل العشاء، لكن فجأة داني ظهر مع البيانو الخاص بيه وحضر من اجل الاكل معاهم. طبعا فيكتوريا وسام حسوا بسعادة كبيرة، لكنهم اتفاجئوا انه مش عارف ياكل بشكل طبيعي لان بارت كان معيشه زي الكلب. ومع ذلك فيكتوريا وسام رحبوا بداني كانه فرد من عائلتهم، لحد ما داني حس بالامان معاهم وقال لهم على اسمه للمرة الاولى. بعد فترة قصيرة اول ما جروح داني خفت سام حاول يفك الطوق الحديدي، بس داني منعه بشراسة، فسام قال له ياخد راحته لانه مش هيجبره على حاجة. بعد كده سام وداني وصلوا فيكتوريا المدرسة وانطلقوا عشان يجيبوا بعض الطلبات للبيت. وهنا بنلاحظ ان داني بدأ يتصرف زي الاشخاص الطبيعيين لان سام كلمه باحترام وعامله زي ابنه بالظبط، ده غير ان داني بقى يخرج للشوارع لوحده بدون خوف، وانطلق عشان يوصل فيكتوريا من مدرستها للبيت. ففيكتوريا شكرته واشترت له ايس كريم كهدية. في البداية داني اتفاجئ لان الايس كريم ساقع جدا، بس فيكتوريا علمته ياكله ازاي، وداني حس انه انسان طبيعي لاول مرة في حياته لان فيكتوريا اصبحت صديقته العزيزة. واول ما الاتنين روحوا البيت سام شكر داني لانه وصل فيكتوريا بامان. بالليل داني فضل يلعب على البيانو الصغير، فسام قال لفيكتوريا انه هيدخل ينام وامرها ما تعملش دوشة هي وداني، لكن فيكتوريا ما سمعتش كلامه وانتظرت لما سام غرق في النوم، واخدت داني عشان تعلمه ازاي يعزف على البيانو الكبير. ومع ان سام صحي من الصوت الا انه ساب فيكتوريا وداني يعزفوا براحتهم لانهم بيقضوا وقت ممتع. تاني يوم الصبح داني كان بيشتري طلبات للبيت مع سام، بس فجأة مجموعة مجرمين اقتحموا المكان، ومع ان كل الناس اترعبوا الا ان داني فضل واقف مكانه بدون خوف. فسام حس بالقلق، واول ما روح البيت سأل داني عن ماضيه وازاي ما كانش خايف من المجرمين اللي شافهم، بس داني رفض يكلمه عن الماضي الأليم لانه عايز ينساه. من اليوم ده داني قضى وقت ممتع مع سام وفيكتوريا وشاف اماكن جميلة اول مرة يشوفها في حياته، لدرجة انهم اصبحوا زي عائلته بالظبط وتصوروا صورة جميلة هما التلاتة. بالليل فيكتوريا قالت لداني ان الوقت جه عشان يخلع الطوق الحديدي ويبدأ حياة جديدة. في البداية داني رفض، لكن فيكتوريا اصرت على رأيها وخلعت الطوق. بس الحاجة الغريبة ان داني فضل هادي وما تحولش لوحش كاسر لانه اتغير واصبح انسان طبيعي. تاني يوم الصبح داني بدأ الشغل مع سام في تصليح البيانوهات العطلانة، واول ما الشغل انتهى سام قال انه هيرجع لبلده اول ما فيكتوريا تخلص مدرستها، وطلب من داني يرجع معاهم لانه بقى واحد من العائلة. فداني حس بسعادة شديدة. بعد كده سام اعطاه مبلغ مالي كبير مقابل شغله. طبعا داني فرح وقرر انه يشتري بعض الهدايا لسام وفيكتوريا، لكنه قابل واحد من عصابة بارت بالصدفة وقال له ان بارت لسه عايش وعايز يقابله. في البداية داني ما صدقهوش، لكنه اول ما شاف بارت بنفسه حس بالرعب لانه افتكر الماضي الأليم. وهنا بارت امر داني
داني يوضع الطوق الحديدي من جديد عشان يرجع للقتال تحت امره، لكن داني رفض طلبه، فبارت هدده انه هيخلص على سام وفيكتوريا لو ما سمعش كلامه. وللاسف داني لبس الطوق الحديدي من جديد، وبارت رجع يعامله زي الكلب. ده غير انه دخله بطولة الفنون القتالية الغير قانونية عشان يكسب من وراه فلوس كتير. في البداية داني كان هيتحدى مقاتل ضخم عديم الرحمة، والقتال هيكون حتى الموت، بس قبل ما داني يدخل الحلبة قال لبارت انه مش هيأذي حد تاني ابدا. طبعا بارت اتعصب لان لو داني رفض يقاتل هيخسر مبلغ مالي كبير، فوقع داني في الحلبة غصبا عنه. وهنا داني اضطر انه يدافع عن نفسه وفضل يتصدى لضربات خصمه، لكنه رفض يأذيه او يستخدم حركات مميتة. فمنظم القتالات الغير قانونية اتعجب من اللي بيحصل. اما بارت الندل رمى بعض الاسلحة عشان داني ينهي على خصمه، بس داني استمر في الدفاع وبس لدقايق طويلة، لحد ما منظم القتالات امر بدخول مجموعة من المقاتلين عشان ينهوا حياة داني لانه بيخالف قوانين البطولة. طبعا داني اتحوط من كل اتجاه وما كانش قادر يتصدى لاعدائه بسبب كثرة عددهم، لكنه استجمع قوته عشان يرجع لسام وفيكتوريا من جديد. بعد كده مسك المقاتلين طحنهم واحد ورا واحد لحد ما الجمهور بدأوا يرموا اسلحة مميتة وسط الحلبة، فداني تفادى الهجمات بسرعة البرق واخد واحد من الاسلحة عشان يتصدى لاعدائه بمهارة ملهاش مثيل، لحد ما انتصر في النهاية ورفض انه يقتل اي حد، لدرجة ان بارت اتعصب وخلص على خصم داني بنفسه عشان ياخد فلوس القتال. ده غير انه فضل يعذب في داني وهدده بالقتل لانه ما سمعش كلامه. بعد كده امر اتباعه يرموه في غرفته الباردة الموجودة تحت الارض. اما فيكتوريا حست بالقلق لان داني بقاله فترة طويلة مرجعش البيت، فسام هداها وقال ان داني عنده مشاكل قديمة لازم يحلها. في الوقت ده داني بدأ يسأل نفسه عن مكان ابوه وامه، فقرر يفتش صور بارت لحد ما لقى صورة سيدة تشبهه بتعزف البيانو. ولما داني سأل بارت عن الصورة، بارت قال ان والدة داني كانت صديقته لكنها توفت في حادث مجهول، عشان كده رباه من صغره. وللأسف داني صدق كذب بارت ورجع يشتغل معاه، لكنه هو راكب العربية افتكر الايام الجميلة اللي قضاها مع فيكتوريا وسام، فهجم على السائق بدون سابق انذار وخلى العربية كلها تتشقلب. بعد كده استغل ان بارت فاقد الوعي وخلع الطوق الحديدي عشان يرجع لاصدقائه من جديد. طبعا فيكتوريا وسام حسوا بسعادة كبيرة اول ما شافوا داني، ده غير انهم ساعدوه يدور على مكان والدته لما اعطاهم صورتها. وبالصدفة سام جات له فكرة ذكية وانطلق مع داني وفيكتوريا لمدرسة عازفي بيانو قريبة عشان يسألهم عن الصورة. وهنا بنعرف ان والدة داني كانت طالبة متفوقة بالمدرسة دي، لكنها اختفت في يوم من الايام لاسباب مجهولة. حتى داني بدأ يفتكر لما كان بيلعب معاها وهو صغير. بعد ما داني رجع البيت، فيكتوريا استخدمت عدسة مكبرة عشان تعرف النوتة اللي والدة داني كانت بتلعبها في الصورة، واول ما بدأت تعزفها عقل داني افتكر الذكريات القديمة اللي نسيها. وهنا بنعرف ان بارت الندل حاول يتعدى على والدة داني لكنها هجمته، فبارت قتلها بدم بارد. ولما داني هجم عليه، بارت افقده الوعي واخده عشان يربيه زي الكلب الشرس. لما داني عرف الحقيقة، هو وفيكتوريا وسام قرروا يخرجوا من المدينة بأقصى سرعة، بس للأسف الوقت اتأخر وبارت حضر مع أتباعه للانتقام من داني. في البداية داني اتأكد ان فيكتوريا وسام بخير. بعد كده بدأ القتال مع المجرمين بدون رحمة، لكنه اتفاجئ بعددهم الكبير، فصعد للدور الثاني من المبنى عشان يفرقهم عن بعض ويخلص عليهم واحد ورا واحد، بس بدون فايدة لان أتباع بارت كانوا كتير جدا. فداني استدرجهم لسطح المبنى، واول ما حس انه اتحاصر من كل اتجاه وهيخسر القتال، قفز بداخل المدخنة لشقة مهجورة. وهنا في محترف فنون قتالية حاول يغفل داني باستخدام سكينة، بس داني تفاداه بسرعة البرق وبدأ القتال معاه. محترف الفنون القتالية ده بارت أجره عشان يهزم داني، ومن اول المعركة بنلاحظ ان الاتنين متعادلين في القوة لانهم اتدربوا على الفنون القتالية طول حياتهم ويعرفوا اساليب سرية عمرها الاف السنين. بس في النهاية داني استخدم قوته الرهيبة عشان يوقع المحترف من شباك المبنى، ومع انه حاول ينقذ حياته الا انه فشل وكسر سقف عربية بارت. طبعا بارت اتعصب واخد مسدسه عشان يخلص على داني تماما، وللاسف داني ما قدرش يواجه المجرمين لان كان معاهم اسلحة خطيرة واضطر يستخبى بداخل احدى غرف المبنى. في البداية داني جات له فكرة ذكية للهروب من بارت ودخل في حفرة موجودة بالسقف عشان يبعد عنه، لكن بارت الذكي سمعه وهو بيتحرك من فوقه وتتبعه لحد ما
لما دخل شقة فيكتوريا وسام. بعد كده بدأ يضرب نار عشان يجبر داني يخرج من مخبأه. بالفعل داني ظهر لبارت لانه حس ان فيكتوريا وسام في خطر. بعد كده بارت قال له انا عايزك تبقى كلب مطيع زي ايام زمان، ورمى مسدسه في الارض عشان داني يثق فيه. لكن داني انتظر الفرصة المناسبة وغفل بارت بذكاء، ده غير انه نزل فيه طحن بدون رحمة. واول ما داني سيطر على بارت وقرب يقتله، سام ظهر فجأة وقال له يسيبه للبوليس. بعد كده ضرب بارت على دماغه افقده الوعي لانه ما كانش عايز يسكت، وهو وفيكتوريا حضنوا داني عشان يهدوا اعصابه. بعد فترة قصيرة فيكتوريا عملت حفل موسيقي كبير، حضروا داني وسام، واول ما لعبت النوتة اللي والدة داني كانت بتعزفها، داني حس بالسعادة لانه افتكر الماضي الجميل قبل وفاة والدته. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.